ها هو جيش الجزائر يعطي درسا آخر لكل من يترصد للجزائر، وها هو جيش الجزائر يكشر أنيابه في وجه كل من يكيد لهذا الوطن. عسكر الجزائر الذي واجه كل التحديات في عشرية سوداء واسترد أمن البلاد وحده دون تدخل ودعم أجنبي، ها هو يقوم بالمعجزات مرة أخرى في أصعب عملية عسكرية تجلب أنظار واهتمام الرأي العام، ويؤكد هذا الجيش قدرته الكبيرة في مواجهة أصعب الوضعيات المعقدة التي تفرض على السلطات العسكرية إنهاء عملية خطف الرهائن الأجانب والجزائريين في سرعة قياسية وباحترافية عالية. دقة لا متناهية لا تخطئ الهدف، فأن يقوم الجيش الشعبي الجزائري بتحرير رهائن من قاعدة تيغنتورين بهذه السرعة ويصطادف رئيس الإرهابيين بدقة أمر أثار استفهام الخبراء الدوليين، وأخرج الكثير من المترصدين لهذا الوطن والكائدين له من جحورهم، وعقد ألسنتهم فلم يستطيعوا التعليق من دهشتهم. فمثل هذه العمليات تنتهي عادة بعد فترة طويلة ومفاوضات شاقة وبخسائر ثقيلة تمس حتى المنشآت، وهو ما لم يحصل هنا في الجزائر. يبتكر اليوم الجيش الشعبي الوطني نظرية جديدة يحسم بها حربه مع الإرهابيين، ويفرض قوانينه وسيادة الجزائر على الفرنسيين من خلال رفض كل عروض المساعدة التي تهاطلت عليه لهدف واحد ولمبتغى مقدس: قداسة هذه الأرض الطاهرة بدماء الشهداء، وهو ألا يترك أي مبرر ولا ذريعة لأي قوة أجنبية أن تطأ أرض الجزائر وتعبث بصحرائها. ذهول ودهشة العالم الغربي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية لم يكن مفاجئا، فقد كانوا ينتظرون عكس ذلك، بل وفيهم من كان يتمنى أن تنتهي العملية بعد أشهر طويلة بحصيلة ثقيلة، كما جرت عليه عادة الفرنسيين في التفاوض مع الإرهابيين لسلامة رعاياهم وتقديم مبالغ الأورو الضخمة فدية للإرهابيين وقربانا لهم. الأمر الذي لم يحصل ولن يحصل في عقيدة الجيش الجزائري، وهو ما يعد درسا قاسيا للقوى التي تعاملت مع الإرهاب في أفغانستان والصومال والعراق ودول عديدة. فالدرس الجزائري بسيط، والحفاظ على الاستقلال وسيادة الجزائر يبدأ من هنا حيث فشل الآخرون، فما عليهم الآن سوى فهم الدرس جيدا. فالجزائر ليست أفغانستان، والجزائر ليست العراق، إنها أرض 1.5 مليون شهيد، أرض سقاها الطاهرون الأبرار بدمائهم، فلن تطأ قدم أجنبية هذه الأرض الطاهرة وتدنسها. نجح الجيش الجزائري بإمكانياته ووسائله المتواضعة، نجح الجنود الجزائريون بقوة حبهم لهذا الوطن وشرف الدفاع عن أراضي الجزائر. جيش استمد بسالته وشجاعته من ماض عريق، ماض ارتوى بإخلاصه للوطن، فلم يقبل هذا الجيش عروض الخيانة التي قدمت له بغطاء مساعدة، لأن مثل هذه الوضعيات علمت الجزائريين عندما واجهوا الإرهاب وحدهم أن من يريد الدفاع عن بلده لا يحتاج إلى عدو الأمس ليفتح له أبواب الجنة، وتبقى الجزائر في قلب التحدي.